السلام عليكم خواتي خواتاتي، مرحبا بكم. ان شاء الله كما تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الزليف، شطيط حتى الزليف لمحبين الجزائريين. الزليف في شهر رمضان يديروه ويحبوه بزاف. قلت للمحبين الزليف في شهر رمضان انا عندي كميه من الزليف. شوف انا الطريقه تاعي كيفاه نوريها لكم نديرها لكم. البنات اللي ما يعرفوش كيفاه يطيبوا الزليف وكامل وكيفاه تقتصدي الوقت، كيفاه تكوني ديجا مواسياتو. انا منقياتو وديرته في الكونجيلاتور، جبدتو يا البنات. شوفوا ها هو منقي وطايب. طيبته في الماء والملح. الحاجه الاولى درت له الماء والملح وخليته يطيب. كي يطاب درتو في الكونجيلاتور، والنهار اللي تحتاجي تجبدي الكميه اللي تحبي طيبيها سمسم جيست يطيب. عندي انا كميه، شوفوا، من الزليفه منقي ومطيب بالماء والملح كما قلت لكم. درتو غير في الكونجيلاتور، نحيته في الساشي تاع الكونجيلاتور. ها هو طايب واجد مخليف نحرجو قدامكم. وعندي هنا كميه ثاني من الحميصه، حميصه ثاني طايبه ومخبيه في الكونجيلاتور. هكا اللي محبين الزليف ولا ولي راجل هاد الزليف ولا في دقيقه تيجي الزليف يامات ما قبل باش ديري طيبيه طيبيه وكي يطيب لك مخليف تخبيه في الكونجيلاتور. هذه هي الطريقه السهله ويكون بالبيه يوجد لك. عندي كميه من الزليف طايب كما قلت لكم، طيبته في الماء والملح صفيته. عندي كميه من الحميصه وعندي الزيت ما نديروش بالزيت خاطرش هو ميدوم فيه هذاك البكتيريا ما تكثريش. وعندي هنا لي زيبيس واش نسخص يا بنات. عندي كميه من راس الحانوت مليحه. عندي طوماطيش كونسونطري، عندي كركم وعندي ثوم، وعندنا كميه من عكري اللي هو الحمار اللي في الغرب الجزائر يقولوا الحمار، كل بلاصه واش يقولوا لي البنات. وكنا ندير بركه الله واش نحتاجو. عندي ندير لكم شويه زيت. الزيت ما تكثريش منه، غير شويه خاطرش كنا هكا برك كميه هكا شويه تاع الزيت خاطرش الزليف راهم يدوم. قلنا هكذا. ومن بعد واش نديرو نحطو فوق النار تاعي فيها شويه تاع الزيت. بزاف الجزائريين كاين شهر رمضان يلحوا هكا على الزليف، يحبوا الزليف. واش ندير لي زيبيس. عندي واش قلت لكم راس الحانوت، كميه مليحه من الثوم، وعندي طوماط اون بوط وكركم وهكذا. نزيد لها شويه عسل ثاني نخلطهم هكذا، ما نخليهمش يتحطوا لنا هكذا. تجيكم سهله وطريقه سهله. ناخذ المدافي تاعي هكذا وعندي كلش طايب هكذا. نحط كميه بعد نبدا نخلط الزليف تاعي اللي راني طيباتو. نبدا نحط الزليف تاعي هكذا ويرهو طايب هذا طايب في الماء والملح هكذا. محبين عشاق الزليف هكذا بالطريقه. نزيدو شويه ما نحط الزليف تاعي هكذا. نزيدو شويه ما هكذا وندافي المدافي. نخليه يطيب الزليف تاعي ومن بعد باه نحط له الحميصه. راكم معايا في الوصفه. ها هي البنات عشاق الزليف، ها ريحتو تشهي باش نقول لكم. هكا ها ناخذ هذيك ثاني الحميصه الطايبه نزيد نرميها هكا فوق هذاك الزليف، ونخلي الزليف تاعي يتجمر لي الله بهذيك المريقه تولي خاثره
ومن بعد نوريكم في صحن التقديم. كلش طايب مخلاف كي تحبي ديري هكذا يوجد لك بيه فيه. هاي خواتاتي هاي الزليف تاعنا، شوفوا كيف جا، شوفوا الحميصه هي البيضو والمريقه حمر الله لعشاق الزليف كيفاش هذا رمضان. راني درتهولكم وبطريقه سهله اللي خدامه واللي عامله ما عندهاش الوقت، كيفاش تختصري الوقت ديري هذه العفسه اللي وريتها لك ان شاء الله. وبصحتكم بصحتنا كامل عشاق الزليف. شريت حب الزليف الله من جمره، واللي يحب يزيد لها الخل يدير الخل، يزيد يقدر لها شويه تاع خل، كاين يحب لها الخل ندير شويه خل. وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تاع شريت حتى الزليف هاي تكون عجبتكم، وكيف نختصروا الوقت بطريقه سهله وكلش طايب كي الزبده. شوفوا طايب جا الله وان شاء الله راه عجبكم. وما تنساوش في التفاعل واللايكات، واللي عجبو المحتوى يدخل ويفعل الزر الاحمر. وصحه افطاركم.